بدون صوصات، بدون قلي، بدون زيوت، سندويتشات دجاج بتعجب العائلة كلها، لذيذة وفي نفس الوقت سهلة. أول شي نسلق الدجاج في موية، وننكه الموية هذه بملح، ورق غار، ونحط شوي مسمار. أنا حطيت بهارات عدلة في ورق شاهي، وحطيته مع الدجاج وسلقته لمدة تقريبا نص ساعة لين يستوي. على نار هادية جدا نحط زيت زيتون، بصل شرايح، سماق طبيعي، وشوي زبدة وبابريكا، ونخليه لحد ما يذبل ويتكرمل. نشيل الدجاج المسلوق وبعدين نتفه. وأنا أحب أستخدم هذه الأداة لأنها مرة تساعدني في تنتيف الدجاج بسهولة. شوفوا شلون، شوفوا كيف الدجاج وبسهولة وفي دقيقتين. بعدين نصلح الصوص، عبارة عن طحينة وزبادي، وحطيت ليمون وحطيت ليم، وبعدين حطيت شوي موية وملح وخلطتهم لحد ما وصلت لهذا القوام. بعدين جبت البصل وحطيت عليه الدجاج وسخنته على النار، بس مجرد تسخين سريع. حطيت عليه السماق الملون بس عشان يعطي لون. نجيب الساندويتش ونحط عليها خلطة طحينة مع الجهتين ومخلل، ومن حشوة الدجاج، وبعدين نحط عليها شوي بقدونس. انتم بتقدرون تخلطون البقدونس مع الدجاج، بس انا لان الدجاج كان حار. وعليكم بالعافية.